السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في بودكاست جديد وموضوع جديد. موضوع ديال هذه الحلقة أهميته كبيرة بزاف، ومع ذلك ما كتلقاش الناس اللي داويين عليه وشارحينه كما خصو يتشرح، وما عاطينش ليه الأهمية والقيمة وما عارفينش بالتأثير ديالو عليك، على النفسية ديالك أولا وعلى الآخرين. العلاقة ديالك مع راسك اللي خصكم تعرفوا أنها كتبدا من العلاقة مع اللي خلق هذا النفس وخلق هذا الجسد، العلاقة مع الخالق، لأنه سبحانه وتعالى أدرى وعالم بكل شيء. لذا إلا بغيتي كالهدف ديالك تعرف العلاقة ديالك مع راسك كي دايرة، وما خصش يكون هدف ما خصو يكون واحد الغاية، واحد الحاجة اللي خاص أي واحد يخدم عليها ويعرفها، أنك تعرف العلاقة مع راسك كيفاش دايرة. فقبل ما نعرفوا العلاقة ديالنا مع راسنا كي دايرة، خصنا نعرفوا علاقتنا مع الله واش مزيانة ولا لا، وشنو اللي مزيان فيها وشنو الحوايج اللي ممزيانينش اللي غتصلحهم وغتبعد عليهم. غتسولوني علاش غنسبقوا العلاقة ديالنا مع الله، ولا كيفاش العلاقة ديالنا مع الله غتعاوننا نعرفوا العلاقة ديالنا مع راسنا. تو سامبلومون الا كانت علاقتك مع اللي خلقك مزيانه، فكون اكيد انه حتى العلاقه مع راسك غتكون مزيانه. فاش كتكون العلاقه ديالك مع راسك مزيانه، اوتوماتيكمون كتكون العلاقه مع الاخرين حتى هي مزيانه، لانه الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا ادرى بمصلحتنا وموري لنا الطريق اللي فيها الخير والطريق اللي فيها الشر. يعني انت عندك الحريه تختار اللي بغيتي، ولكن في نفس الوقت تحمل العواقب ديال الاختيار ديال هاد العلاقه هذه اللي مع الله. كتكون بالطاعه ديال العبد لربه، واللي هي صالح ديال العبد وليست في مصلحه الرب، لانه غني عن جميع العباد. هاد المصلحه هذه فاش كتبان لينا؟ فين نقدروا نشوفوها؟ ولا كيفاش نقدر نحس ولا نعرف بلي الا كانت علاقتي مع الله مزيانه غتأثر عليا؟ اولا كيولي بالك مرتاح، والداخل ديالك مرتاح، عارف بلي اي حاجه درتيها كترضي الله، وانه ربي كيشوف اي حاجه وعالم بنيتك بالحاجات اللي كديرهم، وكتولي تستوعب ان الحياه ما فيهاش غير الافراح، وانا كاينين حتى الاطراح، سواء كتبت لك وحده منهم، يعني شي حاجه كتفرح ولا شي حاجه اللي العكس، الا وفيها الخير لك. فهاد الشيء كيخليك تعطي الحياه ديالك قيمه، وكتقدر راسك اكثر واكثر. علاش؟ حيتاش كتولي فاهم ومدارك باللي الحياه غا امتحان وصافي، وغتحاول تعطي ما عندك ودير غير الحوايج مزيانين حتى يديموا الامانه امانته. هادشي علاش خاص الواحد يراجع العلاقه ديالو مع اللي خلقه، ويعرف باللي مصلحته والخير ما يلقاه في حتى شي واحد ولا حتى في شي حاجه من غير العلاقه الصحيحه مع الله سبحانه وتعالى. خلاصه ديال هاد العلاقه مع الله سبحانه وتعالى خاصها تكون عباره عن علاقه اللي فيها انت محتاج لله سبحانه وتعالى، لانه كما قلنا هو ادرى بمصلحه ديالك، وحيت هو ادرى بمصلحه ديالك فاي حاجه امرنا بها ولا اي حاجه قالنا نبعدوا عليها الا وفيها الخير لينا. وفاش انت كدير هذوك الحوايج اللي فيهم اللي امرنا بها الله سبحانه وتعالى، فهذاك غادي يخليك مرتاح في بالك، غيبعد عليك بزاف المشاكل، غيبعد عليك بزاف ديال الحوايج اللي ما فيهمش الخير. غتولي مرتاح، غتولي عاطي الحياه ديالك قيمه والوقت ديالك قيمه. غتولي تختار داكشي اللي كيريحك وداكشي اللي كيرضي الله قبل من داكشي اللي كيمتعك او اللي كيحقق لك واحد الرغبات
اللي كيكونوا رغبات في واحد المده وصافي. فالعلاقه ديالك مع الله سبحانه وتعالى غتاثر تاثير كبير على العلاقه ديالك مع راسك، واللي بدورها كتاثر على علاقتك مع الاخرين. غنحاولوا نربطوا ما بيناتهم عن طريق بعض الاسئله اللي تقدر ولا تقدري في كل مره طرحت واحد السؤال تعطي الوقت لراسك وتحاول تجاوب عليه. السؤال الاول واللي انا متاكده تكونوا سمعتوه بزاف، غتكونوا كتسولوا راسكم بزاف، يكون الناس كيسولوكم هذا السؤال، مع ذلك في كل مره ما كتجاوبوا ما كتقنعكمش هذيك الاجابه، لانه المشكل في اللي طرح السؤال ما عطاكمش وما شرحش لكم شنو بغى يقصد. السؤال هو واش كتبغي راسك؟ فاش كنقول واش كتبغي راسك سؤال باين، ولكن واش كتبغي راسك في شنو؟ اش من حاجه. انا هنايا بغيتك تجاوبني واش كتبغي راسك من ناحيه المظهر ديالك والشكل ديالك وانت كي داير في المظهر ديالك. فاش كتشوف راسك في المرايه ضروري تكون شي حاجه عاجبك وشي حاجه لا. حاول تفكر وتشوف الحوايج اللي كيعجبوك في راسك والحوايج اللي لا. من بعد دوك الحوايج الزوينين اللي فيك علاش شفتيهم بنظره اعجاب، يعني علاش عجبوك، والعكس دوك الحوايج اللي شفتيهم بنظره خايبه علاش جاوك خايبين. كنتمنى تعطي ولو دقيقه من وقتك وجاوب وفكر بشويه عليك، ومن الاحسن الا كان ورقه وستيلو تكتب الجواب ديالك، حيت في الورقه وستيلو كتقدر تعبر اكثر. حنا غنركزوا على دوك الحوايج اللي ما عجبوكش، اللي شفتيهم بنظره خايبه، حيت هما اكثر حاجه كتخلق لنا المشكل وكتزعزع الثقه ديالنا في راسنا. فاش كيكون شي حد ما عجبهش واحد الحاجه في الجسد ديالو، مثلا ما عجبنيش الشكل ديال الجسم ديالي، ولا ما عجبنيش يديا ولا وجهي ولا شعري ولا فيها وجهي ما صافيش ولا رجليا عوجين ولا هادي، فهنا اللي خصك تعرف انه ماشي انت اللي ما عاجبينكش هادوك الحوايج، باللي هاد الحاجه اللي ما عجبكش ما كتوافقش مع معايير الجمال اللي دارهم الانسان. يعني فاش غنسولك علاش ما عاجبينكش علاش ما عاجبكش وجهك، ولا مثلا علاش ما عجبوكش يديك، غتقولي لي يديا صغار وضفاري قصار وهادي وهادي وهادي. يديك زوينين، يديك ما فيهم ما يتعب، ولكن داكشي اللي كنشوفه ديك الصوره المثاليه ديال الجمال اللي صنع الانسان واللي كنشوفوها يوميا سواء في التليفون، تلفازه، في اي بلاصه، هي اللي خلاتنا نديروا واحد المعايير ديال الجمال وخلاتنا نكونوا واحد الفكره في راسنا باللي الا ما كانوش يديك بحال هذيك الشخصيه، فراه ما يديك ماشي هما هادوك ناقصين ما زوينينش، ولا وجهك ما ديرش بحال هكاك فراه ماشي هو هذاك، فراه ما زوينش. وبلي الجسم ديالك الا ما كانش عندك هاد الفورمه بلي الجسم ديالك خايب، ما خصكش خصك تخبيه، خصك تلبس واسع باش ما يبانش. واللي بطبيعه الحال المستفيد من هذا الشيء هما هذوك الناس اللي كيوريوكم اللي كيعطيوكم واحد الصوره المثاليه اللي كما كنقول وكما قلت وكما معروف انه كيكون الهدف غير انهم يحققوا ارباح، يعني كيكون هدف ربحي، يبيعوا لك واحد المنتج ولا واحد الفكره ولا واحد السيرفيس اللي غيحقق لهم هدف ربحي ليهم هما. فهذيك الحاجه اللي ما عجبكش في راسك حاول تشوفها بطريقه اخرى بعيدا على داك الشيء اللي كاين دابا وهاد المعايير اللي كاينين وهذا الشيء. خاصك تشوفها على اساس نعم اولا،
ولا هذا الموضوع غندويو عليه بوحدو، غتشوف هذوك الحوايج على اساس نعم، وغادي تشوفهم على اساس الدور ديالهم وعلاش تخلقوا وشنو الهدف منهم. حيت هذا هو الطبيعي، انه الله سبحانه وتعالى فاش خلق لنا اليدين خلق لنا اليدين باش ناكلوا بيهم، نسلموا بيهم، يعاونونا فهمتي، نهزوا هادي نحطوا هادي، نكتبوا بيهم، نقراو بيهم. يعني تشوف الحوايج على اساس الهدف منها. الا كنتي انت باقي كتحس بالنقص وباقي شي حاجه ما عجبكش فيك وباقي ما كتبغي راسك كما هو، فما ما تسناش الاخر يبغيك كما انت. راه مستحيل، انت ما بغيتيش راسك، يعني كيفاش الاخر غادي يبغيك؟ فهنا كيجي الدور ديال تقبل الذات اللي كنسمعوها بزاف. تعطي القيمه لذاتك وتفرض على الاخر يعطيك قيمه. علاش؟ حيت انا فاش كنكون واثقه بالجسم ديالي والجسد ديالي ووجهي وكما خلقني الله سبحانه وتعالى، فكتكون عندك واحد الثقه في راسك، وكتكون سيريو، كتكون جاد في هذا الامر اللي متعلق بالمظهر. وبصح كتكون باغي راسك، ماشي غير كتصنع، وماشي غير اللي شكر فيك شي حاجه وكتبقى تضحك كيقدر يأثر عليك بواحد التأثير كبير. حيت خصك تعرف الفرق بين واحد تيق في راسو وبين واحد كيظاهر بلي تيق في راسو. اللي كيظاهر بلي تيق في راسو، مثلا انا فيا واحد الحاجه زوينه، انا عارفه ديك الحاجه خلقها فيا الله زوينه وهادي وهادي وهادي. فاش غادي يجي واحد يقول لي هاد الحاجه فيك زوينه، غادي نفرح لانه عطاني ديك المجامله وغنشكره، ولكن ماشي لدرجه انه صافي نتطلق ولا صافي نبقى نبين هذيك الحاجه. لا، هنا راه كتبين على عدم الثقه في الذات ديالك. اما بنادم يثيق في راسو كيعرف بلي الله خلقه في احسن صوره، وبلي هو ديك الحاجه فيه زوينه. يعني فاش كيجي الانسان يشكر فيه ديك الحاجه، تيكون واحد التواضع وواحد الهدوء، واحد الثقه في النفس. هذا هو الفرق. غير باش نكونوا متفاهمين انه اهميه ديال المظهر، نعم المظهر مهم، مظهر الخارجي، ولكن الاهميه ديالو بصح كتجلى في هذوك الثقه ديالك في راسك، القيمه اللي عاطيها راسك، في دوك الحدود وديك الجديه اللي كتعامل بها مع الاخرين فيما يتعلق بالمظهر ديالك، بالجسم ديالك، بالشكل ديالك. داكشي علاش كتلقى واحد الانسان عادي مقبول في الجمال ديالو حسب المعايير اللي كاينين في العالم ديالنا، ولكن كتلقاه كما كنسميوها كاريزما، ولا كنقول هذاك الانسان مهيب. وهذا علاش؟ حيت هو خادم على الثقه ديالو في راسو وما تيخليش الواحد يتجاوز معاه الحدود. دابا غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو: واش انت ولا انتي راضيين على حياتكم؟ فباش نعاونكم حاولوا تشوفوا الحياه ديالكم من الفوق. الوقت ديالكم فين كيدوز، شنو كديروا في نهاركم، مع من كتكونوا، مع من كتلاقى، لي زاكتيفيتي اللي كديروا في وقت الفراغ، شنو كاع داكشي اللي كيدوز فيه نهاركم، وتشوفوا واش بصح نتوما راضيين على هذاك الشيء ولا لا. باش تعاونوا راسكم في اكثر، هو من الاحسن فاش تجي تجاوب على هذا السؤال اللي هو سؤال ما تقدرش تجاوب عليه باه ولا لا، وما تقدرش تجاوب عليه في وقت اللي قصير، يقدر ياخذ من وقتك بزاف، نهار، سيمانه، شهر، كل واحد وكيفاش. غير المهم انه يكون الجواب صريح، وتكون صريح مع راسك وما تكذبش على راسك، وتستعمل بديك الورقه والستيلو. حيت فاش كتكون كتجاوب، فاش كتكون كتفكر بينك وبين راسك وكدوي مع راسك، راه كيتنساو هذوك الافكار. عكس الا كتبتي هذاك الشيء في ورقه، كتقدر كل مره ترجع لديك الورقه وتقرا الجواب ديالك وتشوف واش بصح متفق مع هذيك الهضره اللي كتبتي، مقتنع بالجواب ديالك. فالجواب على هذا السؤال غينقسم 3 ديال الاجوبه. كاين واحد الفئه غتقول اللي كنشوف باللي منعدمه ولا نسبه قليله بزاف. كاين اللي يقول لا، وكاين اللي يقول كاينين شي حوايج راضي عليهم وشي حوايج اللي لا.
المهم حنا غنركزوا على الحوايج اللي ما راضيش عليهم، ولا الحياه ولا الناس اللي ما راضينش على الحياه ديالهم. فحياتك الا ما كنتيش راضي عليها، فهادشي كيبين على واحد الحاجه، انه الوقت ديالك ما كتستغلوش في داكشي اللي باغي، انه الوقت ديالك كيضيع في داكشي اللي انت ما باغيش، داكشي اللي ما كيعجبكش، داكشي اللي ما كيفرحكش، داكشي اللي ما كيزيدش بك القدام، وداكشي اللي ما كترتاحش فيه، سواء في قرايتك، في الخدمه، مع صحابك، اي حاجه كيما بغات تكون. وحنا غنركزوا على هذوك الوقت، حنا غنركزوا على داك الوقت اللي كدوزو مع صحابك، وهذا الشيء غينطبق حتى على الحوايج الاخرين اللي كديرهم في حياتك. حيت الموضوع ديالنا حنا تاثير ديال العلاقه ديالك مع راسك والاخرين. فهذيك الحياه ديالك وهداك الشيء اللي كدير فيها، اللي كتضيع فيها وقتك، راه كيعبر على شكون انت، راه كيوصفك شكون انت، وكيحدد الطبيعه ديالك انت، والطبيعه ديال الشخصيه ديالك، والجوده ديال الافكار ديالك، وشكون انت. لانه هادوك الاشخاص اللي في الحياه ديالك، ولا هذيك القرايه ولا هذيك الخدمه اللي انت ما باغيهاش، راه هي من الاختيارات ديالك، وانت اللي مسؤول عليها، وهما اللي غيخليوك يا تكون مرتاح يا العكس. فهادوك الاختيارات ديالك كما قلت غيأثروا على الجوده ديال الافكار ديالك والشخصيه ديالك وكيفاش كتهضر وراحتك، وهما اللي غادي يخليوك تكون صريح مع راسك، يعني ما تكونش كتصنع، وكتكون متقبل راسك، وكتعبر على داكشي اللي باغي، وكدير هذاك الشيء اللي باغي، وكدير اللي يريحك. لا يعقل انني نكون في واحد البيئه، في واحد المحيط، مع واحد النوع ديال الناس اللي انا ما كنرتاحش معاهم، كيخلوني انني نكون نتصنع، ما كيخلونيش نكون انا بطبيعتي، ما كيخلونيش نتصرف كما بغيت، انا ناكل كما بغيت، نعس وقت ما بغيت، ناكل وقت ما بغيت، وشنو ما بغيت، ونتسنى انني نكون راضي على حياتي، ونتسنى انني نكون مرتاح. لا يمكن. فمثلا انا كيعجبني ناكل هذا الاكل، هذا النوع ديال الاكل، فحيت انا كيعجبني ناكل هذاك النوع ديال الاكل، ما يمكنش نخلي واحد الشخص اخر ياثر على الاختيارات ديالي، يقول لك لا ما زوينش، ولا هادي ولا هادي ولا هادي. انا ما تندويش على النصائح، يقول لك مثلا ماشي صحي ماشي لا، ولكن يقدر يقول لك لا هذيك ما ناكلوش هذيك الحاجه، نمشيو ناكلوا هذه الحاجه حيت هو كتعجبه. لا، فهنا كتخلي الاخر ياثر عليك، في حين انه انت خصك تكون عارف راسك شنو باغي وشنو غادي تاكل، وتكون مقتنع بهذاك الاكل، باش هكا تقدر تخلي الاخر ما يقدرش يزعزع ولا يشكك في الاختيارات ديالك. يعني كتكون واحد الجديه في الاختيارات ديالك، وواحد القناعه في الاختيارات ديالك. وهذا الشيء ماشي غير في الاكل، بطبيعه الحال في كاع الحوايج اللي كتقدر تضيع فيهم وقتك. فماشي اي واحد ولا اي حاجه تديك، وماشي اي واحد يستاهل يكون في الحياه ديالك. يعني بطريقه اخرى، ماشي اي واحد يستاهل وقتك، لانه حياتك هي وقتك فاش كيدوز. يعني ماشي اي واحد يستاهل الوقت ديالك، ماشي اي واحد يستاهل انه يكون بابي الاختيارات ديالك اللي مبنيين على الراحه ديالك، وعلى داكشي اللي باغي توصل ليه، والاهداف ديالك. بخلاصه هذا السؤال هذا الجواب ديالو كيخليك تعاود تراجع الاختيارات ديالك في الحياه، تعاود تراجع شنو كدير في نهارك، شنو الحوايج اللي انت كدوز فيهم وقتك وما حاملش هذيك الحاجه ديرها، وتيخليك تعرف الاولويات، الحوايج اللي مهمين، والاشخاص اللي انت خصك تكون معاهم، وحتى الحوايج اللي باغي توصل لهم. ما غاديش تكون متاح، وتولي تتعامل معاهم بالطريقه اللي انت كتشوف فيها المصلحه ديال راسك. فهاد الشيء ماشي عيب، ولكن هاد الشيء اللي كيخلي انه ما تكونش متوفر لاي واحد، وما تحسش بالوقت ديالك كتضيعو على اي واحد. تعطي القيمه للوقت ديالك، وتعطي القيمه للاختيارات ديالك، وتختار بعنايه
وبداكشي اللي كيرضيك وداكشي اللي كيرضي الله سبحانه وتعالى اولا، وبداكشي اللي انت باغي. فبلا ما نطول عليكم بزاف، غنخلي السؤال الاخير للحلقه المقبله، الجزء الثاني، باش هكا ما نطولش عليكم وما يجيش الفيديو طويل وما ناخذش من وقتكم بزاف، وتحاولوا انكم تجاوبوا على كل سؤال بشويه، تعطيوه الوقت وتعطيو الوقت لراسكم باش تجاوبوا، واهم حاجه تجاوبوا بصدق وتحاولوا تفكروا وتفهموا الغايه من كل سؤال. مع السلامه.